سلام، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس؟ كلشي مزيان؟ كي غاديين مع رمضان؟ غنبقى نسولكم السؤال ديال رمضان كل نهار حتى يسالي رمضان. مرحبا بكم في بودكاست رحله. اليوم كيف ما تكونوا تشوفوا العنوان غادي نهضر معكم على الشراهه في الاكل، موضوع مهم بزاف. خصوصا الا كنتي انت اللي كتسمعني ولا انت اللي كتسمعيني كتعاني من الشراهه في الاكل، ولا الا ما كنتيش كتعاني من الشراهه في الاكل. مزيان هاد النصائح اللي غنعطيكم اليوم مزيانين باش انك تتفادى ان تطرى لك في المستقبل. ولا الا كنتي كتعرف شي واحد من العائله ولا الاصحاب ديالك تقدر تشارك معهم هاد النصائح اللي كانوا يا اما انا ويا اما كيعانيو من الشراهه في الاكل. تقدر تشارك معهم هاد الحلقه ولا النصائح اللي استفدتيهم من هاد الحلقه. يلا نبداو. اول حاجه، اشنو هي الشراهه في الاكل؟ ولا البين جئتين اشنو كتعني؟ الشراهه في الاكل هي فاش كتجلس تاكل وما كتقدرش تحبس، يعني كتبقى تاكل 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 وانت شبعان وكرشك منفوخه غادي تفرقع، واخا هكاك كتفقد السيطره وما كتقدرش تحكم في راسك وما تقدرش تحبس. يعني كتاكل كثر بزاف من داكشي اللي انت محتاج وفي واحد المده اللي قصيره. كتاكل بالزربه وكتاكل بزاف. هذه هي الشراهه في الاكل، وانا عزيز عليا نسميها المهاوشه في الاكل. كتجيني هذه احسن زعما كلمه في الدارجه اللي كتعبر على الشراهه في الاكل ولا بين جئتين، هي المهاوشه في الاكل. يعني كتهاوش، كتشوف هذيك القصريه ديال كسكسو وما كتقدرش تحبس راسك حتى كتسالي القصريه وما كرهتيش تزيد، ولكن ما بقاتش الماكله مع انك شبعان وكرشك منفوخ. هذه هي الشراهه في الاكل. حاجه اخرى هي ما تقدرش تسميها شراهه في الاكل كانت كطرى لك غير مره، يعني مره في 6 شهور. هذه راه ماشي شراهه في الاكل، راه ولا جاتك مره ماشي مشكل. غالبا كتسمى شراهه في الاكل فاش كتكون كطرى لك بزاف المرات وكيولي اضطراب الى كتطرى لك واحد المره في النهار ولا 3 مرات في السيمانه لمده اشهر. هذا كيولي اضطراب، وشي مرات راه كيخصك تمشي لعند طبيب نفسي باش انك تعالج هذا الاضطراب. يعني راه مرض بحال الامراض النفسيه الاخرى. وبما اننا هضرنا على هذا الموضوع كيجيني هادشي علاش مهم بزاف انكم ما تبقاوش تحكموا على بنادم. شي واحد اللي عنده مشكل مع الوزن ولا عنده مشكل بحال هكا ديال الماكله، ما تحكمش عليه. انت ما عارفش شنو عنده، الاضطرابات اللي عنده. ما تقدرش تحكم على بنادم وتقول لا انت كسول، لا انت فاشل، لا انت غليظ. هذه هضره خاويه ديال الناس اللي ما عارفين حتى حاجه. داكشي ديال سميتها التوكسيك بوزيتيفيتي، يعني الايجابيه السامه. هذه هضره خاويه. اليوم في الحلقه هذه غادي نشرح لكم شنو هما الاسباب اللي كيخليو شي واحد تكون عنده شراهه في الاكل، وكيفاش انك تقدر تتفادى او تعالج راسك الا كانت عندك الشراهه في الاكل، على حساب علاش انت عندك هذيك الشراهه في الاكل. هاد الاسباب كينقسموا لنوعين. النوع الاول هي اسباب بيولوجيه، يعني جينيه، اسباب ملموسه. واش كيفاش نشرحها؟ يعني جينيه بيولوجيه. والثانيه هي اسباب نفسيه، وانا غادي نشرح لكم كل وحده بوحدها. نبداو بالبيولوجيه. اول سبب بيولوجي للشراهه في الاكل هي للاسف الوراثه. اضطرابات الاكل 40 حتى 60% كتكون وراثيه. يعني كاينين الناس مع الاسف اللي كيتزادوا مع جينات عندهم قابليه وراثيه لانهم يكون عندهم الشراهه في الاكل. وهذاك الشيء علاش باش نكمل الهضره ديال قبيله، ما تبقاوش تحكموا على الناس نتوما ما عارفينش الناس شنو عندهم، شنو المشاكل اللي عندهم. واش عندهم شي امراض، واش كياكلوا شي دواء، واش عندهم مشاكل الهرمونات. ما تقدرش تعرف حيت كنسمع بزاف الناس كيقول لك هو هذا غليظ حيت هو كسول. قلت لكم هذه هضره خاويه كتعصبني. ندير حلقه كامله المره الجايه، غندير حلقه كامله على هذا الموضوع. ما علينا. قلنا من الاسباب كاين الاسباب الوراثيه. كاينين الناس اللي اكثر عرضه انهم يكون عندهم شراهه في الاكل. علاش؟ حيت كاين ديال الجسم ديالو، الجينات ديالو ما كيتفاعلش مزيان مع الاشارات ديال الشبعه. مثلا الجسم ديالنا كيفرز واحد الهرمون سميتو الليبتين اللي بحال كيعطي اشارات للعقل ديالك انك شبعان. كاين اللي الجسم ديالو ما كيتفاعلش مزيان مع هذا الهرمون، وداكشي علاش ما كيحسش بالشبع دغيا وتيخصو يبقى ياكل باش انه يشبع. كاين اسباب جينيه بزاف اللي ما غاديش ندخل في
التفاصيل هنايا حتى خصني حلقه غير على قبل هذا الموضوع. ما كاين مثلا الدماغ كاين اللي عنده المستقبلات ديال الدوبامين، الجهه ديال المستقبلات الدوبامين في الدماغ كتكون فيها نشاط صغير، ولذلك كيخصو كياكل كثر، كيبغي ياكل كثر باش انه يطلع داك الدوبامين. فكاينين بزاف الاسباب اللي كيقدروا ياثروا على الشراهه في الاكل واللي هي وراثيه وجينيه وما عندك ما دير ليها مع الاسف. فاذا كان عندك شي واحد في العائله ديالك، يعني واحد في والديك ولا خوتك عنده ولا دازت عنده الشراهه في الاكل، راه كاين احتمال انك حتى انت غادي تقدر تدوز عندك. الحاجه المزيانه هو انه ماشي ديما هادشي صحيح، يعني تقدر تكون عندك قابليه للشراهه في الاكل ولا اضطرابات الاكل، ولكن ما طراش حيت درتي كاع داكشي البيئي و يعني البيهيفيورال، شنو هي السلوكيات والبيئه ديالك ما خلاتكش انك تفعل هذوك الجينات ديال الشراهه في الاكل. يعني الا درتي كاع داكشي اللي غنقول لك من مورا هاد النقطه هذه مزيان، راك غتكون بخير وما غاديش تجيك الشراهه في الاكل، وحتى الا كانت عندك راك تقدر تعالجها، راك كتعالج. فما تفقدوش الامل صافي. ما تقولش لا راه انا عندي وراثه صافي نعكاز، لا كاينين بزاف د الحوايج تقدر تحكم فيهم اللي غادي يقدروا يعاونوك وغندويو عليهم دابا. تاني حاجه، تاني سبب بيولوجي للشراهه في الاكل هو النقص ديال التغذيه. الا كانوا عندك نقص ديال شي عناصر غذائيه تقدر تسبب انك تبدا تشهى السكر، تبدا تشهى الماكله بزاف، وكتولي تاكل بزاف وكيدير لك الشراهه في الاكل. عناصر غذائيه بحال المغنيسيوم، الزنك، الفيتامين دي، الحديد. كاينين بزاف الماكلات اللي خصك تاكلهم باش ان الجسم ديالك تكون عنده طاقه كافيه انه طاقه كامله باش لي سورغان ديالك يخدموا مزيان. شنو كيطرى الا ما كنتيش كتاكل مزيان؟ مثلا ما كنتيش كتاكل ماكله قيمه غذائيه ديالها مزيانه، يعني فيها الفيتامينات والمعادن والبروتينات وكاع داكشي اللي خاصك تكون فيها. الا ما كانش فيها داكشي المهم كنتي كتاكل التخربيق الخاوي، راه تقدر تاكل 5000 شباكيه في النهار ولكن راه غيبقى فيك الجوع. علاش؟ حيت الشباكيه القيمه الغذائيه ديالها ما فيها والو، ما فيها شي حاجه اللي غتنفعك. الجسم ديالك كيبقى محتاج داكشي المهم اللي غادي يعطيه الطاقه. فشحال ما كليتي ديال التخربيق راه الجسم ديالك ما كيفهمش انك راك كتاكل، كيفهم انك راك باقي خاصك تعطيه العناصر الغذائيه المهمه باش انه يحولها لطاقه، ما عطيتيش داكشي المهم. فلذلك كيبقى فيه الجوع وتيبقى تياكل ما تعرفش امتى يحبس، حيتاش بالنسبه ليه باقي ما كلش داكشي المهم. فعافاك كولي الماكله فيها قيمه غذائيه تكون طالعه ومزيانه، وتاكلي كاع الفيتامينات ديالك في النهار. الا ما كنتيش متاكده ولا ما كنتيش متاكد، كل المولتي فيتامين تاخذوا هذوك الحبات كل وحده في النهار. حاولت المهم هذه، ولكن ديما حاول تاكل داكشي صحي وطبيعي هو الاول، وعاد تقدر تزيدها في حالة ما. فكل ماكله بقيمه غذائيه كبيره بحال اللحم، بحال اللوز، لافوكا، الخضره، الكيوي مزيان، الكبده عافاك نكلوا الكبده راه مزيانه، خصوصا البنات في وقت لي غيقول كلوا الكبده. راه كينقص عندكم الحديد، والكبده راه فيها الحديد، اللحم الحمر حتى هو فيه الحديد. و بالمناسبه ما تخلطوهمش مع اتاي. كنشوف بنادم كياكل الشوا مع اتاي، لا راه الا كليتي اللحم مع اتاي ولا القهوه ولا شي حاجه اللي فيها الكافيين راه كتكب الماء في الرمله، ما كتستافدش من الحديد. فاذا كنتي غتشربي اتاي شربيه بعديه على اللحم، على فاش كتاكلي الماكله اللي فيها الحديد. هذا راه غادي يكون موضوع اخر ان شاء الله. هذه ثاني حاجه هي نقص التغذيه. ثالث سبب بيولوجي واخر سبب بيولوجي ديال الشراهه في الاكل هو الاختلالات الهرمونيه. كيف ما شرحت قبيله كاينين هرمونات ديال الجوع وكاينين هرمونات ديال الشبع. فاذا كانوا الهرمون ديال الجوع اللي هو الغريلين ما كيتفرز بزاف، ولا عندك شي اختلالات في الهرمونات، الغريلين اللي هو ديال الجوع ولا الليبتين اللي هو ديال الشبع، يعني يا اما كيجيك الجوع بزاف يا اما كيجيك ما كتحسش بالشبع، حتى هو تيقدر يدير لك شراهه في الاكل. حتى هذا الشيء وراثي كيف ما قلت قبيله مع الاسف. الاختلالات في الهرمونات كيقدروا يخربقوا لك السيستم، وكتولي تاكل بزاف وكتولي تحتاج انك تاكل بزاف.
حاجه اخرى هذه خاصه بالفتيات اللي هي الدوره الشهريه، يعني لي غيغل. شنو تيطرا في لي غيغل؟ الهرمونات ديالك كيتبدلوا، يعني الاستروجين كينزل، البروجستيرون كيطلع، الجريلين ديال الجوع كيطلع، هرمون الجوع كيطلع قبل لي غيغل بشويه، فديك الفتره اللي قبل لي غيغل ولي غيغل كيطلع الجريلين. داكشي علاش كتحتاجي تاكلي بزاف ولا كتحتاجي تاكلي اكثر من الايام العاديه. وحتى السيروتونين اللي هو هرمون من هرمونات السعاده كينزل قبل هذاك الوقت، داكشي علاش كيطلع لك الدم شويه. وداكشي علاش كتبغي انك تعطي راسك شويه ديال السعاده، فكتبقاي تاكلي الشكلاط حيت الشكلاط كيطلع الدوبامين، يعني كيعاونك شويه. فهاد الاختلالات الهرمونيه ولا هاد الهرمونات التغيرات الهرمونيه حتى هما تيقدروا يديروا الشراهه في الاكل بالنسبه للناس اللي عندهم حساسيه وراثيه. البنات داكشي علاش كاينين البنات اللي كيتاثروا بزاف بالدوره الشهريه وكاينين اللي لا، هذا الشيء على حسب الحساسيه الوراثيه ديالك. يعني كاينين البنات اللي هما مثلا في قبل لي غيغل كينزل لهم السيروتونين اللي هو واحد من هرمونات السعاده دغيا كيهبط بزاف، فكتحسي براسك مكتئبه وطالع لك الدم، وهذا اكثر من وحده اخرى مثلا اللي ما عندهاش هذيك الحساسيه الوراثيه. فحتى هذه وراثيه، وهاد الهرمونات هادو حتى هما تيقدروا يسببوا لك الشراهه في الاكل. دابا كيفاش تقدري تحكمي، ماشي تتحكمي ولكن كتعاوني راسك باش انك ما يكونوش عندك ولا تعاوني راسك فاش يكون مثلا في الدوره الشهريه ديالك، غتعاوني راسك باش انك ما تحسيش براسك خايب بزاف، طلعي شويه السيروتونين ديالك وتقادي الهرمونات ديالك في هذا الوقت هذا وما تجيكش الشراهه في الاكل. شنو تقدري ديري؟ هو اول حاجه خصك كما قلنا تاكلي ماكله مزيانه، تاكلي ماكله مزيانه. نقصي السكر، حاولي تنقصي السكر خصوصا في هذيك الفتره فاش يكونوا الهرمونات ديالك يتبدلوا. ما تاكليش السكر، ماشي ما تاكليش غير نقصيه. النعاس خصك تنعسي مزيان، تشربي الماء، واهم حاجه كما قلتي الماكله مزيانه. والعناصر الغذائيه خصك تاكلي ماكله فيها قيمه غذائيه مزيانه، وكلي الكبده باش ما يمشيش لك الحديد في لي غيغل. كلي الكبده، بقاو تاكلوا كبده مره في الشهر. بنات بقاو تاكلوا الا قدرتوا الا ما قدرتوش كلي كفته، كلي اللحم حمر. وكاع الا بغيتوا شي حاجه اللي سهله ورخيصه، خدي العدس راه تا هو فيه الحديد. وما تخلطوهش ما تخلطيهش مع كيف ما قلت لك الكافيين، يعني القهوه ولا الاتاي. فهادو كانوا الاسباب البيولوجيه، هاد الثلاثه هادو اللي قلنا دابا الاسباب البيولوجيه. دابا غادي ندوز للاسباب النفسيه او السيكولوجيه. هي الاسباب النفسيه. اول سبب نفسي للشراهه في الاكل هو الاكل العاطفي، وهذه يمكن بزاف الناس غادي يقدروا غادي يكونوا فايت تعاشوها وواعيين بها. كيجيب لي الله بحال الاسباب بيولوجيه ما كتحسش بها بزاف، حيتاش ما كتفكرش بلي راه لا رانزل ليا السيروتونين، هذاك الشيء علاش راه طالع ليا الدم، وداك الشيء كيجيب لي الله بحال ما تنفهموش بزاف. فاش كطرا لنا شي حاجه لي بيولوجيه ما كنفهموش شنو طاري بالضبط في داخل الجسم ديالنا، ولكن فاش كتكون شي حاجه عاطفيه كنكونوا اكثر واعيين بها، مع انهم راه بجوجهم مهمين. يعني راه الماكله ديالك كتاثر عليك، الهرمونات ديالك كيأثروا عليك بزاف اكثر مما كنتخيلوا. المهم الاكل العاطفي. شنو هو الاكل العاطفي؟ واخا كنشرحوه بالنسبه للناس اللي ما عارفينوش. هو الناس اللي كيفرغوا المشاعر ديالهم في الماكل. كيفاش كتكوني مستريسيه، معصبه، طالع لك الدم، حزينه، مجاك الملل، شي مرات تكوني فرحانه وكتمشي كتاكلي، كتفرغي هذيك الفرحه ديالك وديك التعصيبه ديالك وداك الستريس ديالك في الماكل. هذا الشيء عنده بزاف الاسباب، كل سبب بحال غنرجعوا شويه للبيولوجيا هذاك الشيء كنقول لكم البيولوجيا راه هي مهمه بزاف. مثلا الستريس، اشنو هو الستريس؟ فاش كتستريسي الكورتيزول كيطلع اللي هو الهرمون ديال الستريس. هذا هو الستريس في الجسم ديالك، الكورتيزول كيطلع، هرمون ديال الستريس كيطلع. فاش كيطلع الجسم ديالك شنو كيفهم؟ الجسم ديالك راه ماشي متطور، وراه ما تيفهمش بلي راه بنت خالتك تخطبات وما عرضتش عليك. لا، الجسم ديالك كيطلع فيه الكورتيزول تيسحاب ليه راه غتموتي، كيسحاب ليه راكي ما واكلاش وغتموتي. او شنو كيدير؟ كيمشي كيبغي ياكل، حيت كيسحاب ليه خصو يخزن، خصو يبدا عمليه التخزين قبل ما طرا شي حاجه
وانتي محتاجه الماكله. هادشي هو اللي كيفهم الجسم ديالك. يعني كتبداي تاكلي الشراهه في الاكل، كتمشي تخرجي داك الستريس في الماكله، كتبقاي تشهي الحلويات وكاع داكشي كتمشي تاكليه. هذا واحد من الاكل العاطفي. مثلا هذا مثال ديال الستريس. مثلا فاش كتكون طالع لك الدم ولا حزين ولا هذا، كتمشي كتبغي تقلب على انك الجسم ديالك كيبغي يطلع الهرمون ديال السعاده اللي هو الدوبامين، من هرمونات السعاده الدوبامين. كيبغي ياكل الماكلات اللي كيطلعوا الدوبامين، بحال الشكلاط كيطلع الدوبامين، فكتقدر تشهاه، كتولي باغي تاكل بزاف ديال الشكلاط وكل الحلويات والسكر باش انك تطلع الدوبامين في الجسم ديالك. وهادشي اللي قلت مثلا بحال قبيله فاش كنت كنهضر على الدوره الشهريه، هذوك التغيرات الهرمونيه فاش كينزل لك السيروتونين كتبدا تشهي الشكلاط. علاش؟ حيت الدوبامين الشكلاط كيطلع الدوبامين، يعني كيعطيك شويه ديال السعاده، كيخليك تحسي براسك حسن. فاش كيكون طالع لك الدم كتمشي تاكلي باش ان الدوبامين يطلع، باش انك تحسي براسك مزيان. هادشي اللي طرا. السيروتونين نزل حيتاش لي ريغل، كتبداي تشهي الشكلاط. علاش؟ حيت الدوبامين الشكلاط كيطلع الدوبامين. مشات لي الهضره السيروتونين الدوبامين سمحوا لي راني كنحاول. فهادشي الاكل العاطفي. هادشي في الاكل العاطفي بلاتي. علاش كناكلو يقول لك تجينا الشراهه في الاكل فاش كتكون عندنا واحد العاطفه غالبه علينا، يا اما باش نهربوا من المشاعر الصعبه. يعني كيف ما قلت كتكون طالع لك الدم ولا هذا، كتبغي تخلي راسك تحس براسك مزيان، تبغي تعطي راسك شويه ديال السعاده، تفرح راسك، كتمشي تاكل شويه الشكلاط والحلويات، وكتمشي عند مول البيسري تقولي عافاك عطيني هذه وهذه وهذه، وتبقى تاكل. تاني حاجه تقدر تكون واحد العاده قديمه جبتيها معك من صغرك. يعني فاش كتكون صغير وكيكون طالع لك الدم وتبدا تبكي ولا تتغوت، والديك كيعطيوك الحلوه باش تسكت، يعني دماغك بحال كيربط الماكله مع فاش يكون طالع لك الدم راه غادي تاكلو وتحس براسك مزيان. بحال كتكون واحد العاده ملي كتكون صغير. الملل كتكون مال مثلا تلقى ما يدار، كتنوض تمشي تاكل باش انك تفوج على راسك. هادشي كامل اكل عاطفي، وهادشي حتى هو سبب كبير من اكبر الاسباب ديال الشراهه في الاكل. دابا كيفاش تقدر تتحكم في الاكل العاطفي؟ كيفاش تحيد الشراهه في الاكل الا كان السبب ديالك هو السبب عندك هو الاكل العاطفي؟ اول حاجه خصك تبقى حاضر راسك وتسول راسك فين ما تكون كتاكل، انت عارف راسك شبعان وباقي باغي تاكل، غتسول راسك علاش انا كناكل. عرفتي فاش كتكون جالس في الصالون شويه كتنوض كتمشي للثلاجه هذه كاملين درناها شي مره كتكون جالس مرتاح كتنوض كتمشي للثلاجه. فاش تحل الثلاجه سول راسك انا يلا كليت الغدا، علاش انا واقف هنا؟ علاش انا دابا في الثلاجه كنقلب على شي حاجه؟ عرفتي ديك علاش؟ واش انا فيا الملل؟ واش انا مستريسي؟ واش انا طالع ليا الدم؟ واش غير باغي نفرح راسي؟ علاش؟ خصك تسول راسك علاش. واش انا محتاجه هاد الماكله هذه دابا، ولا انا دابا كندير اكل عاطفي غير فيا الملل ولا طالع ليا الدم ولا هذا وجيت كنقلب على من ناكل؟ فديما سول راسك باش على الاقل انك كتوعى فاش كتكون كتاكل اكل عاطفي. هذه راه مزيانه هاد الخطوه هذه فاش كتفهم فاش كتكون كتاكل عاطفي، يعني كتبدا توعى باش تقدر تلقى حل فاش تلقى راسك واقف قدام الثلاجه. دابا نقولوا مشيتي وسولتي راسك وقال لك راسك بلاتي انا راني هنا حيتاش انا مستريسي ولا حيتاش انا ماله ما عندي ما يدار، اشنو غديري؟ غتلقاي حل ولا شي طريقه صحيه باش انك تعاملي مع هذوك المشاعر اللي كتحس بهم؟ مثلا في الملل غتقول راسك شنو انا غنوض غادي نمشي ندير هاد العباده، نمشي نقرا واحد 10 صفحات، غنمشي نتمشى واحد 10 دقائق ولا 20 دقيقه، غنمشي نتريني، غنمشي نعيط لصاحبتي نشوف شنو كدير، شي حاجه بحال هكا. المهم خصك تلقى شي طريقه صحيه باش انك تتعامل مع هذوك المشاعر عوض انك تمشي تاكل. كيف ما كانوا هذوك المشاعر ديما خصك تلقى شي سميتهم كوبين ميكانيزم. شنو هي كوبين ميكانيزم بالعربيه؟ وشي طريقه باش انك تتعامل مع هذاك المشاعر في ديك اللقطه. وثالث حاجه وغنرجع عليها ويمكن نبقى نقولها في كل مره غادي نبقى نقول لكم، خصك ضروري تاكل مزيان، تاكل وجبات متوازنه، راه كيعاونوا بزاف في الشراهه في الاكل.
كل البروتين الكافي، خصك تاكلي الدهنيات الكافيين، خصك تاكلي كاع القيمه الغذائيه ديال الماكله ديالك تكون طالعه، يعني الفيتامينات والمعادن يكونوا كاملين عندك واكله مزيان. حاجه واحده اخرى هي خصك تنعسي مزيان، خصك تنعس ولا تنعسي مزيان. علاش؟ حيت الناس راه كيعاونك مثلا في الستريس، في الكورتيزول كينزل فاش كترتاحي، راه كتفيقي مزيانه والجسم ديالك مرتاح. ما كاينش هذيك الهضره ديال لا وانا نقدر غير خمسة سوايع ديال النعاس كافياني. لا، دابا هادو المشكل كيسحاب لينا باللي حنا راه حنا قادرين نعيشوا عادي بخمسة سوايع ديال النعاس وما تاكليش مزيان وتاكلي التخربيق. لا، راه ما داكشي كيأثر عليك وانت ما عارفش. انت واحد النهار تلقى راسك دخلتي في الشراهه في الاكل، تلقى راسك وليتي ما كتقدرش تحبس راسك من الماكل. داكشي علاش باش تفادى، خصوصا كما قلت لكم الناس اللي عندهم وراثه ولا قابليه وراثيه للشراهه في الاكل، ما ديروش التخربيق هذا. ما تنعش 5 سوايع تنوض تمشي تخدم، هادشي ما خصك تنعس مزيان، تاكل مزيان، وديما تبقى تكون واعي بالمشاعر ديالك. فاش تكون باغي تمشي تاكل وانت عارف راسك شبعان واكل داكشي الكافي اللي خاصك، ديما سول راسك علاش. فهذا كان السبب الاول النفسي الاول. دابا السبب النفسي الثاني وحتى هو مهم بزاف، وهذا الغلط انا شخصيا كنت كنديرو، وفاش ما بقيتش كنديرو الصراحه ما بقاش عندي الشراهه في الاكل. كان انا شخصيا كان عندي مشكل كبير في الشراهه في الاكل الصراحه، نقول لكم الصراحه نجيكم من الاخر. ولكن درت شي حوايج اللي عاونوني. مثلا كان عندي نقص ديال الحديد وما كنتش عارفه، فاش دوزت لقيت عندي نقص في الحديد. وفاش بديت كناكل اللحم الاحمر والكبده وكاع داكشي اللي فيه الحديد، وكنحيد القهوه واتاي في الوقت اللي كناكل، وليت حسن. وحاجه اخرى اللي هي مهمه في النفسيه، وانني كنت كندير الحرمان. شنو كنت كندير؟ كنحرم راسي من شي ماكلات، كنقول هاد الماكله زوينه وهاد الماكله خايبه، انا هاد الماكله غناكل هاد الشيء اللي غناكل هاد الشهر. كندير واحد لا ليست، داكشي فهمتي بيرفكت، داكشي زوين قيمه، كاين غير الماكله المزيانه. تنبقى نحرم راسي في راسي، تنقول هذه راه ما يمكنش ناكلها حيت هذه خايبه ليا. الريجيمات راه ما تيصدقوش، الريجيمات راه ما تيخدموش. راه تقدر تخدم لك شهر شهرين، فاش غتسالي غتجيك الشراهه في الاكل. غتكون كنتي مرتاح قبل، درتي ريجيم، قصتي شويه الكيلوات، ولكن فاش غتسالي الريجيم كتجيك الشراهه في الاكل وكتولي كترجع كيولي عندك مشكل كبار من قبل الريجيم. فلذلك ما تحرمش راسك، ما تصنفش الماكله بهذه زوينه وهذه خايبه. ما تعملش مع الماكله بحال راه حرام. ما تقولش لا راه مثلا الشباكيه، ديما تنهضر على الشباكيه راه خايبه. ولكن ما كاينش انك ما تاكلهاش كاع. شنو تقدر دير؟ كما قلت لكم غتاكل الماكله ديالك اللي فيها البروتين والخضره، وفاش تسالي غتقول انا تشهيت شباكيه غناكل هاد الشباكيه اليوم. ما تحرمش راسك منها. حيت اشنو كيطرا فاش كتحرم راسك من شي حاجه؟ نقولوا مثال عاوتاني ديال الشباكيه. فاش كتقول راسك انا الشباكيه خايبه ما عمرني غناكلها، اول حاجه فاش كتقول انا ما خصنيش ندير شي حاجه، دماغك ديما تيبقى يفكر في ديك الحاجه. هادشي اللي كاين، هذا هو الدماغ البشري، دماغك يبقى يفكر فيها. ثاني حاجه تقدر تكون كنتي كتشهى الشباكيه مره، ولكن حيتاش قلتي لراسك انا ما نبقاش ناكل الشباكيه، شنو كيطرا واحد الصراع داخلي. يعني انت ما بينك وبين راسك كتبقى تقول راه كتشهاها، راه باقي كتشهاها، راه باقي انت وانت يعني كتشهى الشباكيه، تقول هذيك الشهوه العاديه في الاول، ولكن مع داك الصراع الداخلي كتبدا تقول ناكلها لا ما ناكلهاش، ناكلها لا قلت لراسي ما غاديش ناكلها، راه خايبه الشباكيه، ولكن بغيتها دابا بنينه وتشهيتها لا ما تاكلهاش. هذا الصراع الداخلي شنو كيطرا في الاخر؟ كتخسر في الغالبيه ديال الاحوال، في الحالات غادي تخسر وغادي تاكل الشباكيه. هادشي اللي غادي يطرا في الاخر. ولكن فاش غادي تاكلها غتاكل بزاف ديال الشباكيه، حيت دماغك غيقول لك انت راه شحال هادي مكليتيها، ما كنتيش تقدر تاكلها، راه خايبه، بما انك قادر تاكلها دابا كول وكتاكل بزاف الشباكيه. وفاش كتاكلها المشكل كيطرا هو انك دماغك، الجسم ديالك شنو كيفهم؟ الجسم ديالك كيفهم بان راه كان عندك واحد المشكل في دماغك اللي هو داك الصراع الداخلي، كندير لك مشكل في دماغك
اون فوا كليتي الشباكيه مشى هذاك المشكل. يعني الشباكيه حل لواحد المشكل، هادشي اللي الجسم ديالك هادشي كيفهم. فدابا ما ولاش عندك غير المشكل ديالك تشهى الشباكيه مره بحال كيما في الاول اللي ما كانش اصلا مشكل، ولا عندك مشكل اخر كبر، هو ان دماغك ولات الشباكيه بالنسبه ليه حل ديال المشاكل ولا واحد العلاقه عاطفيه مع الشباكيه. وهذا راه مشكل كبير. هذا الشيء علاش كيدير الشراهه في الاكل، هذا الشيء علاش الحرمان غادي يقدر يدير لك مشاكل ديال الشراهه في الاكل. وخاصه كما قلت لكم الا عندك شي واحد في العائله ديالك عنده الشراهه في الاكل وكنتي اكثر عرضه وراثيا ولا جينيا، تفادى الحرمان شحال ما قدرتي. حاجه اخرى اللي ما مزياناش حتى هي فاش كتبقى تحسب هذيك الوسوسه ديال الميزان والسعرات الحراريه، تبقى تحسب ورا اليوم شحال كليت شحال هذا. هادشي حتى هو خايب بالنسبه للصحه النفسيه ديالك، كيدير لك غير ستريس كما قلنا، كيزيد لك الكورتيزول كتزيد تكفسا يعني الاكل العاطفي، خصوصا الا قلت لكم الا كنتي اكثر عرضه للشراهه في الاكل. بعد على الميزان، بعد على تبقى تحسب السعرات الحراريه، كل داكشي اللي مزيان حتى تشبع وصافي. الحل للحرمان هو انك عوض ما تحرم راسك شنو غدير واحد استراتيجيه اخرى، هو انك غادي تركز على انك تاكل هذاك الشيء المزيان. كيفاش؟ مثلا انا شنو درت، بديت كنقول راسي عوض ما نقول راسي ما تاكلش الشباكيه، غنقول راسي اول حاجه غادي ناكل 100 غرام ديال البروتين في النهار. يعني اليوم كل نهار غادي خصني ناكل 100 غرام ديال البروتين في النهار. من بعد غادي ناكل على الاقل واحد جوج خضرات وواحد الفاكهه. فاذا كليت هادشي كامل اللي قلت دابا، نقدر ناكل اللي بغيت، نقدر ناكل الشباكيه موراها، نقدر ناكل الحلوى، نقدر ناكل ديسير، نقدر ناكل اللي بغيت لا كلاص. عوض ما تحرم راسك من داكشي المضر، ركز على انك او الهدف ديالك يكون هو انك تاكل داكشي اللي مزيان لك. وشنو كيطرى هو فاش كتاكل بروتين وداكشي اللي فيه قيمه غذائيه زوينه وطالعه، ما كتبقاش اصلا مشهيه ديك الشباكيه، ما تبقاش اصلا باغي تاكل داكشي الاخر، كتكون شبعان وفرحان والجسم ديالك عنده الطاقه اللي خاصه. وما تتشهاش الشباكيه وصافي، ولا تشهيتها راه كتاكلها وصافي تتنساها، ما كيكونش عندك مشكل ولا شي علاقه عاطفيه معاها، ولا ما كتسببش لك شي ستريس ولا. المهم انا تنقول لكم الشباكيه، ولكن هذا راه غير مثال، راه تقدر تكون اي حاجه. هادشي اللي قلنا في هاد النقطه الثانيه ديال الحرمان هو ديما عوض الحرمان ركزي على الاكل الصحي وما تبقاش تحسبي، وركزي على انك تاكلي باش تغذي الجسم ديالك. ما تشوفيش الماكله كعقاب او مكافاه. يعني الماكله راه ماشي غتعاقبي راسك بالماكله، ولا الا كليتي شي حاجه خصك تعاقبي راسك، ولا الا كانت هذه خصك تمشي تكافئي راسك الماكله ماشي مكافاه وماشي عقاب، هذه علاقه سامه مع الماكله. الماكله هي تغذيه الجسم ديالك. كاين في النقطه الثانيه. وثالث واخر نقطه في الاسباب النفسيه ديال الشراهه في الاكل هي ان تكون عندك عادات خايبه، عادات سيئه. بحالاش كتاكلي فاش كتكوني كتفرجي، ديما عندك واحد المسلسل فيما كتمشي تقادي الماكله كتمشي تتفرجي فيه، اشنو كيطرى هو دماغك كيبدا يربط هذاك المسلسل ولا ديك الفراجه ولا التليفون ولا اي حاجه كديريها مع الماكله. يعني فاش غادي تجي ديري ديك الحاجه بلا الماكله، دماغك كيبدا يقول لك راه فيك الجوع، نوضي خصك تاكلي، سيري قلبي على ما تاكلي. هادشي اللي كيطرى. فحاولي ما تربطيش الماكله ديالك مع حتى شي حاجه اخرى. فاش تكوني كتاكلي غادي تجلسي وغادي تاكلي وغادي تركزي على ديك الماكله ديالك، و فاش تسالي ديك الساعه سيري تفرجي ولا ديري اللي بغيتي. الماكله ديالك ما تجمعهاش مع عادات اخرين، الماكله خصها تبقى بوحدها تركزي عليها مع كتسالي صافي. صافي هادشي اللي كاين. يمكن هادشي اللي كنت باغا نهضر عليه اليوم. ندير لكم ملخص باش نرجعوا نقولوا كاع النقاط اللي هضرت عليهم دابا. فالشراهه في الاكل هي فاش كتاكل اكثر من داكشي اللي انت محتاج في واحد المده قصيره، وكتراك بزاف ديال المرات في السيمانه ولا كاع في النهار لمده اشهر. هذا كيتسمى كيولي اضطراب ديال الشراهه في الاكل. الاسباب كاين نوعين.
اسباب بيولوجيه واسباب نفسيه. في الاسباب البيولوجيه يا اما وراثيه اللي كتكون من 40 حتى 60%، ولكن هادشي ما كيعنيش انك ما كاينينش اسباب اخرين اللي تقدر تحكم فيهم، ما كيعنيش انك تقدر تفقد الامال حيتاش ما كاينش حل، لا كاين حتى تقدر تحكم فيه. واخا تكون عندك جينات ديال شراهه في الاكل تقدر انك تبرا من الشراهه في الاكل ولا ما تجيكش كاع تفادى الشراهه في الاكل. تاني سبب بيولوجي هو الا ما كنتيش كتاكل عناصر غذائيه مزيانه، يعني خصك تاكل الماكله اللي فيها قيمه غذائيه طالعه، تاكل كاع الفيتامينات والمعادن اللي ماكرو ولي ميكرو كافيين في النهار ديالك. ثالث سبب هو الاختلالات الهرمونيه، خصوصا البنات في الدوره الشهريه، داكشي علاش شي مرات تيجيك الجوع اكثر قبل لا غاكل. فحاولوا تاكلوا مزيان كما قلنا، عناصر غذائيه مزيانه حيت كتعاونك بزاف في الهرمونات ديالك. الا كنتي كتاكلي مزيان الهرمونات ديالك يقدروا يبقاو مزيانين. وبالنسبه للاسباب النفسيه، اول حاجه قلنا الاكل العاطفي، يعني فاش كتكون عندك شي مشكل، يعني كتكون مستريسي ولا معصب ولا عيان ولا مال وكتنوض كتمشي تفرغ هذوك المشاعر في الماكله، حاول انك تحضي راسك وديما تبقى تسول راسك علاش انا دابا كناكل. الا كنتي ديجا كريتي سول راسك علاش دابا انا باغي ناكل واخا انا ما فيا الجوع. لقاو ديما لقى شي طريقه صحيه باش انك تعامل مع دوك المشاعر. بالنسبه للناس اللي عندهم شراهه في الاكل بزاف ولا عندهم مشاكل نفسيه اللي كتسبب لهم انهم يديروا زعما تكون عندهم شراهه في الاكل، ماشي مشكل تمشي عند الطبيب النفسي، سير خصك تعالج هذاك المشكل النفسي اللي عندك، حيت يقدر الا كان هو اللي كيسبب لك الشراهه في الاكل راه صعيب انك تبرا من الشراهه في الاكل الا كان باقي عندك هذاك المشكل النفسي. خصك اول حاجه تريتي هذاك المشكل اللي عندك وديك الساعه غادي تبرا حتى من الشراهه في الاكل. ثاني سبب نفسي قلنا هو الحرمان، انك تحرم راسك من شي ماكلات ولا تبقى داك الوسواس ديالك، كتبقى تحس بالسعرات الحراريه واليوم كليت هادي وغدا غناكل هادي حتى هي. وثالث واخر سبب هو فاش كتربط الماكله ديالك مع شي عاده بحال التلفازه والتليفون. الا كنتي كدير بحال هكا راه غادي يبدا يجيك الجوع فاش كتكون كتفرج في التلفازه، واخا تكون يلاه كليتي غادي تبغي تبقى تاكل. هذوك الناس اللي كيمشيو في الليل تياخذ شيبس وسقاطه تيبقى ياكل قدام التلفازه، راه نهار غتبغي تحبس غتولي صعيب عليك حيت ربطتي التلفازه مع شيبس وغادي يولي صعيب انك تفرج في التلفازه بلا شيبس. فحاول تقاد العادات ديالك، حاول تاكل غير فاش تكون في الطبله وماشي فاش تكون كدير شي حاجه اخرى. ايوا هادشي اللي كاين. عافاكم الشراهه في الاكل راه الا خصوصا فاش كيولي اضطراب راه مرض ما تقولش تحكموا على الناس، نتوما ما عارفينش الظروف ديال الناس، ما عارفينش كما قلت راه بزاف من وراثه، بزاف الناس كيعانيو من الشراهه في الاكل لاسباب ماشي ديما كيتحكموا فيها. واخا راه كتحكم فيها باش نرجعوا عاوتاني ما تقولش لي لا وانا راه كاينين شي حوايج تقدر تحكم فيهم، ولكن كاينين شي حوايج اللي ما تقدرش تحكم فيهم بحال الجينات ديالك. فيقدروا انت يكونوا عندك الجينات ما فيهمش الشراهه في الاكل ولا اضطرابات الماكله، فسهل عليك انك ما تاكلش بزاف ولا تحس بالسعرات ديالك بلا مشاكل، ولا انت ما عندكش مشاكل في الحياه ديالك اللي كيسببوا لك ستريس ولا اللي كيسببوا لك مشاكل تيديروا لك شي مشاعر اللي كيخربقوا لك المشاعر باش تتسبب لك في شراهه في الاكل. فما تبقاش تحكموا على الناس، نتوما ما عارفينش الناس ولا انت دريب وهي مسكينه عندها مشاكل ديال الهرمونات. المراوات اللي يلاه كيولدوا حتى هما تيكون عندهم مشاكل ديال الهرمونات. ما تبقاش تحكموا على الناس، ما عرفوش الناس مناش كيدوزوا. فديما حاول دير داكشي بجهدك واسمع الجسم ديالك وتهلا في راسك. وهادشي كنت باغي نهضر معكم عليه اليوم. شكرا بزاف حيت سمعتوا حتى الاخر، كنتمنى تكونوا استفدتوا. الا كتعرفوا شي واحد عنده الشراهه في الاكل ولا كيعاني من الشراهه في الاكل عافاكم صيفطوا لي هاد الحلقه، حيت انا بصح كنتمنى ان هاد الحلقه تعاون شي واحد. حتى انا دازت عندي الشراهه في الاكل والحمد لله ما بقاش فيا حيت درت هادشي اللي قلت لكم اليوم. فكنتمنى شي واحد واخا غير واحد يستافد، والله تنفرح واحد شخص واحد. الا استفدتي كتب لي في كومونتير ولا صيفط لي في ميساج. عافاكم شكرا، يلا باي.